بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مستمعي الكرام، مستمعي راديو وسط البلد، أهلا بيكم وأولى حلقات برنامجكم رمز الخير. رمز الخير جايين من خلال البرنامج نبعت رسائل لأصحاب المهن، نبعت رسائل لكل المصريين ولكل المسلمين إن هم يكونوا رمز الخير. عايزك وانت بتسمعنا تقول يا ترى الناس لما تنظر لي هكون رمز الخير في ايه؟ تعالوا ابدا معاكم النهارده في اول رمز من رموز الخير. مش هتكلم على شخصيه واحده بس، لا ده انا عايز اتكلم عن الاسره. ازاي حضرتك دلوقتي وانت بتسمعنا تجمع بيتك، مراتك وولادك وتكونوا رمز الخير في رمضان. عايزك وانت بتسمعني الناس دايما تبص على بيتك ويقول لك ده البيت اللي عنده اخلاق، البيت المسلم الكويس. سريعا اقول لك قصه آل ياسر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمر عليهم وهم بيعذبوا ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الأسرة دي كانت عبارة عن 3 أفراد. كان أول فرد منهم اللي هو ياسر ابن عامر، ثم تزوج السيدة سمية بنت خياط وأنجبت سيدنا عمار بن ياسر. الأسرة البسيطة الضعيفة أسلمت وحسن إسلامها، وكانت علاقتهم قوية جدا ببعض. ولما علمت قريش بإسلام الضعفاء بدأ العذاب الشديد، وكانت الأسرة آل ياسر أول أسرة تعذب. فماتت السيدة سمية من شدة العذاب من خلال أبو جهل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويموت ياسر ابن عامر، ويظل سيدنا عمار بن ياسر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويموت في موقعة صفين. أسرة كاملة يا جماعة استشهدت وماتت في سبيل الله. أنا مش عايز أقول لكل بيسمعنا دلوقتي إن إحنا نموت، لا، إحنا عايزين لما الناس تشاور على بيتك يقول لك ده البيت المحترم، ده البيت اللي حافظ القرآن، ده البيت اللي حافظ السنة، ده البيت اللي كله أخلاق. خلي أسرنا رمز للخير. خد النية وانت دلوقتي بتجمع بيتك وبتجمع عيلتك في رمضان على الإفطار، قولوا ازاي نكون رمز الخير. زي ما حضرتك بتخطط لولادك ومراتك بتخطط لبناتك وازاي يكونوا عندهم خطة في حياتهم، عايزين نخطط للدين ونخطط للإسلام ونخطط لبلدنا للخير. خليكوا رمز الخير. كنا النهاردة بنتكلم عن الأسرة. خد النية، هنجمع بيتنا وهنجمع أسرتنا إن هي تكون رمز الخير. كنت معاكم الوتيدي من راديو وسط البلد ورمز الخير. نشوفكم إن شاء الله في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.